منع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مهاجم منتخب إنجلترا هاري كين من ارتداء شارة المثلية الجنسية في مباريات كأس العالم قطر 2022. وكان هاري كين قد أعلن منذ أيام عن شارة القيادة التي سيرتديها في مباريات منتخب الأسود الثلاثة بمونديال قطر 2022 والتي ستدعم مجتمع المثلية الجنسية، وهو الأمر اللي أكد عليه هاري كين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده ضد منتخب إيران ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات. ووفقا لصحيفة التليجراف الإنجليزية فإن الفيفا قد قام بالرد سريعا على المنتخب الإنجليزي بشأن ارتداء شارة دعم المثلية الجنسية خلال البطولة. الصحيفة قالت إن الاتحاد الدولي قد أرسل خطابا لنظيره في إنجلترا من أجل إبلاغه بمنع ارتداء شارة دعم المثلية خلال المباريات. وأضافت الصحيفة إنه إذا أصر كين على موقفه وارتدى شارة القيادة التي تدعم المثلية الجنسية فإنه سيحصل على بطاقة صفراء قبل بداية اللقاء. الجدير بالذكر أن الفيفا قد أصدر بياناً رسمياً قبل بداية البطولة يحذر فيه جميع المنتخبات المشاركة بمونديال قطر 2022 من مخالفة التقاليد الثقافية للبلد المستضيف قطر. وأكد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين إنه لن يرتدي شارة قوس قزح في حملة لدعم المثليين خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وعبر عن إحباطه وقال: نحن محبطون، لقد قلت بالأمس إنني أريد أن أرتديها وقد ذهبت للملعب ومعي الشارة، ولكن بعدها قالوا لي أنه يجب عليك ارتداء شارة الفيفا الرسمية. الأمر ليس بيدي، الأمر خارج عن سيطرتنا كلاعبين.